يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من يقع في صحابة رسول الله وفي شيخي الإسلام أبي بكر وعمر ليسوا أهلا وإن تشدقوا بأن يساهموا في تحرير بيت المقدس الذي فتحه عمر، فهم أبو رغال كل أبرهة. قد كان ثم أبو رغال واحد واليوم آباء الرغال كثير. وقد تبين الولي من العدو في هذه النازلة، وسقطت الأقنعة وبانت السوءة، فلا يغررك قول دون فعل فإن اللغو من طبع الجبان. ذكر شمس الدين الذهبي في الوافي بالوفيات أن عز الدين الموصلي رحمه الله قال: كان رجل يشهد معنا سوق الطعام، وكان يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولما ورد تغيير الخطبة إلى السب في دولة الرفض آنذاك افترى وسب وأوضع في الفحش وخب. فقلت: قبيح بك أن تسب وقد شبت قوما حطوا رحالهم في الجنة من 700 عام، ألا يغنيك تلك أمة قد خلت؟ فقال: والله إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار. قالها في ملأ. قال: فقام شعر جلدي ورفعت يدي لمولاي: اللهم يا قاهر فوق عباده، يا من لا يخفى عليه شيء، إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية، وإن كان ظالما فأنزل به ما يعلم هؤلاء الملأ أنه على الباطل. الساعة يا رب الساعة، الساعة يا رب الساعة. وما استتم دعاءه حتى ورمت عيناه وكادت تخرج من وجهه، واسود وجهه حتى صار كالقار وانتفخ، وبدأ يقيء من حلقه شيئا يصرع الطيور، ويحمل إلى بيته ويبقى 3 على هذه الحال، ثم يهلك غير مأسوف عليه، فلا يغسل ويؤخذ عن بعد حتى يلقى في الحفرة ويهال عليه التراب نجسا، فلو صفع النعال بوجهه صاح النعال بأي وجه أضرب. نعوذ بالله من مصير الفجار من جعلوا غرضهم الصحابة الأبرار. يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان. نسألك اللهم حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. ففروا إلى الله وانصروا الله، واقدروا من قدمه الله حق قدره، وما النصر إلا لمن نصر الله. فيا رب إليك توسلنا بك اقهر عدونا، وطهر ربوع الأرض من كل رافض.